السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الكفتة الجميلة دي؟ حاجة كده تحفة، وعملناها بطريقة اقتصادية برضو، يعني زودنا لها شوية حاجات ما فرقوش فيها في الطعم. انا مامة مودي، ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك. كفتة هشة وجميلة جدا، وضفنا عليها شوية حاجات كده ما فرقوش في طعمها حاجة، بل بالعكس خلوا طعمها احلى بكتير. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الحاجة الأساسية بتاعتنا بصل مفروم ناعم، ونصفيه كويس من المية بتاعته. تمام. وكمان ده حوالي نص كيلو مفروم، افرميه وشين. لو انت هتعمليه في الكبة في البيت وصليه للدرجة دي. شايفين عاملة ازاي؟ لو عندك بقى ليا حتة ليا كده افرميها وضيفيها عليها حتة طبعا لازم الكفتة يبقى فيها نسبة دهون. توابل الكفتة بقى بتاعتنا فلفل اسود، السبع بهارات، بهارات لحمة. عايزة تحطي بهارات كفتة تمام لو موجودة عندك. ودول بقى كام 4 معالق بقسماط ناعم. ما عندكيش بقسماط ناعم، رغيف فينو وحطيه في ميه، وبعد كده عصريه كويس وضيفيه عليها. ما عندكيش فينو، رغيف عيش بلدي عادي، بجد هيزود الكميه عشان الظروف اللي احنا فيها دي، وكمان هيبقى طعمه حلو قوي. وتعجني كويس الكفته مع الحاجات اللي احنا عملناها كلها، وهبكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف لغايه ما يبقى ليها خيوط كده، يبقى فيها الانسجه كلها دخلت في بعضها. وتبداي بقى تصبعي ميه البصل، مش هنرميها. تجيبي مسنة عندك بقى او اي ظهر معلقة، اي حاجة عندك. بغرق المسن ده بمية البصل، وكمان بغرق ايدي واصبع الكفتة بقى بمية البصل. بتفرق في لونها قوي. وكمان لما بعد ما بدخلها الفرن بدهنها بمية البصل بالفرشة كده، بتبقى حلوة قوي. بسلام لو تزودي معلقة كاتشب، بتفرق معاها في الطعم جامد قوي. هنبدأ نصبع مع بعض كده الكفتة. انا قلت لكم بهارات كفته بتخلي طعمها حلو قوي، بهارات الجاهزه دي عند العطار، قولوا عايز بهارات كفته حلوه قوي. مفيش بهارات كفته، بهارات لحمه والسبع بهارات، كزبره، فلفل اسود. ظبطي الملح بتاعك. وطبعا ما تنسيش بيكنج باودر، بيخليها هشه، بس يدوب على طرف المعلقه، يعني ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، بس علشان يديها هشاشه كده بس. وسلام برضو لو حابه تضيفي معلقه نشا برضو بيبقى حلو قوي. ما تخافوش من الاضافات بتاع الكفته دي كلها، بجد ما فرقتش في الطعم، وطعمها كان حلو جدا ومتماسكه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللون اللي في الصاج ده مش حرق ولا حاجه، دي كرمله، وطلع من الصاج بسرعه، يعني ملزقش في الصاج ولا حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ واخده لون حلو قوي ومفرغه من جوه، هوريها لكم دلوقتي. وطعمها كان حلو، البقسماط ما فرقش في طعمها حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد كانت جباره، كانت حلوه قوي، والطريقه حلوه. وزودت الكميه، زودت البصل وحطيت بقسماط. وزي ما قلت لكم اللي ما عندوش بقسماط يحط فينو او عيش. بجد جميله قوي، والكميه ضعفت وبقت جباره بجد. جربوها هتعجبكم قوي، دي من يعني التتبيلات السريعه للكفته. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولونها جبار بجد. جربوها ولا رايكم؟ جباره. يلا بقى، سلام عليكم.